تجمعتم من كل شعب وأمة ولون لحفظ السلم، هل حفظ السلم؟ وهل رفع الحق الذليل جبينه؟ وهل نحن بتنا لا يروعنا الظلم؟ أرى الدول الكبرى لها الغنم وحدها، وقد عادت الصغرى على رأسها الغرم. متى عفت الذئبان عن لحم صيدها، وقد أمكنتها من مقاتلها البهم؟ ألا كل أمة ضائع حقها سدى، إذا لم يؤيد حقها المدفع الضخم. أمتي هل لك بين الأمم منبر للسيف أو للقلم؟ أتلقاك وطرفي مطرق خجلا من أمسك المنصرم. لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. أمتي كم صنما مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم. رب ومعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. يستصرخون ومعتصماه، أين هذه الأمة التي تملك القوة الروحية والقوة العددية 1,600,000,000 نفس، سدس البشرية، وتملك الثروات المجمدة في الأرصدة العالمية وفي باطن الأرض وظاهرها، والموقع الجغرافي والتاريخي والحضاري، لكنها كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. لا بد من إرادة صادقة نجدد فيها عزم الأمة ومضاءها في نصرة أرض المقدسات. إن رجلا في عهد عمر بن عبد العزيز أسره الروم، فكتب له عمر: بلغني أن مسلما أسر عندك فابعثه إلي، وإلا أرسلت لك بجنود أولها عندي وآخرها عندك. وكتب هارون من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم: الجواب ما ترى لا ما تسمع. واستجاب المعتصم لعرض امرأة استغاثت به رغم ما كان عليه من انحراف في قضية خلق القرآن. وجاءه المنجمون وقالوا: لن تستطيع أن تفتح عمورية إلا بعد أن ينضج التين والعنب. فمضى متوكلا على ربه في تلك المعركة التي خلدها أبو تمام في بائيته الشهيرة: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، إلى أن قال: 90,000 كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. تدبير معتصم بالله منتقم، لله مرتقب، في الله مرتغب. نريد لا نقول هكذا كان آباؤنا، وإنما نريد أن نقول ها أنا ذا. نريد أن نجدد هذه الهمة نصرة لقضايانا. وقد بعث إخواننا إنسان ابن فلسطين بالقلب النقي والعقل الذكي والعزم الفتي والجهد الأبي، استطاعوا أن يستنهضوا همة الأمة وأن يستصرخوها: أن تعالوا وهبوا لنصرتنا. فالله تعالى ناصر من نصره،